بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على أشرف الورى محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومن تبعه وسلك نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، إن من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى أن يذكر العبد ربه وأن يذكر به غيره في زمن كثر فيه الغافلون وقل فيه الناصحون. فذكر الله سبحانه وتعالى حياة القلوب والدعوة إليه إحياء للنفوس والموعظة نورا لمن عظلمت عليه الدنيا. والآن بإذن الله عز وجل نتذاكر ألا ما وقفنا في أمر مهم، ألا وهو فضائل الحج. ቀደም ሲል እንግዲህ ስለ ሐጅ ትሩፋቶች የተወሰኑ ነጥቦችን ዳሰሳ አድርገናል። ዛሬም የሐጅ ትሩፋቶች ምንድናቸው በሚለው ላይ የተወሰኑ ነጥቦችን ዳሰሳ አድርጋለሁ። ወአልኡላ የዛሬው ደርሳችን ወይም ደግሞ የሙሐደራችን የመውዒዛችን ክፍል من فضائل الحج إحياء سنة إبراهيم عليه السلام. حج إبراهيم عليه الصلاة والسلام سنة هياو يمدرجبت أبو الأنبياء يتبالوت ينبيات وشل أبات ينبروت إبراهيم عليه الصلاة والسلام ساتشو يجمروت عندما متن يساتشو سنة هياء عندما درج هياء عندما درج يقطره. الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود من لبة هنيتان. إبراهيم باب ملاكتنا وجزي مكان البيت يبيتون بوتا كأبا يعرفبت بوتا. الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام أساوقوت الزابوتا لاي ما رفيعون اندي أدرقو كأبا اندي قنبا أدرقو بزام ياو حجاجوش سيفنسبوبت ينبرا السوم طواف سيادرقبت اندنبرا ياسردان. إذن باهو ساعات الزابوتا لاي يهدو هن انقسقاسي مادرك هن فعل هن عبادة مفصم يعد من إحياء سنة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم السنة هي عند مادرك كوتران ماس. ونحن لا نرغب عن ملة إبراهيم كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. كإبراهيم ننقد هو الإسلام والتوحيد. سلمنا وتوحيدنا كإبراهيم منقد يمياقل يمياشش يسون منقد يميتوصو يلم إلا من صفها نفسه. نفسك إلي هو نسو بيتشابه الانجيال الله ينقر. وثانيا من فضائل الحج الصلاة في الحرم مضاعفة للأجور. بتكبروت حرم بوتوش لاي صلاة المسجد حرم لاي مسجد أجراتشن من داتشن كف انديل تفدر من دهوني هذا الجوه. بزو سوج بيشغلوا بت عندنا تبالله لحج كهيدو بحالا بزو غزيه يچون የሚያሳልፉት በጉብኝት አዳዲስ ቦታዎችን በማየት አዳዲስ ህንጻዎችን በመጎብኘት የተለያየ ነገሮችን በመጎብኘት ብዙ ቀናቶችን በከንቱ ያለ ዒባዳ ያሳልፉታል። ነገር ግን لمن وفقه الله تبارك وتعالى وفتح قلبه لطاعاته وجعله من الكيسين هو الذي يبادر وينافس ويذكر قلبه ونفسه أن يرجع إلى بيته مهتفا
شاملا جامعا من الأجور والبركة جميعا من هذا المكان وهذه الأرض المباركة. الله لبونا ولا قرر للسو كذابو تاري تللك أجروتشين سبسبو تللك ثوابنا من دان سبسبو يمتال. إذن الصلاة في الحرم مضاعفة للأجور كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا يعني في مسجد النبي يعني مدينة لا يبالو مسجد خير من 1000 صلاة فيما سواه. بلينوش بوتاوش كمسجد عند شيء في بلد الله سبحان الله. إلا المسجد الحرام يتكبروا مكة وسيالو يحرم مسجد سكة. إيه مسجد الحرام የሚባለው ዑለማዎች መካከል ኺላፍ ያስተናገዱ ቢሆንም አንዳንዶች ሐረም ውስጥ ያሉ መስጊዶችን ሁሉ ያጠቃልላል ይላሉ። አንዳንዶች ከዕባና በከዕባ ውስጥ ያለውን ቅጥር ግቢ ነው ያጠቃልላል የሚል ልይታ አላቸው። المهم الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام ب1000 مرة. باند شيء ራሱ ሊበልጥ እንደሚችል ይነገራል። 100,000 مرة የሚሉ አንዳንድ ዘገባዎች አሉ። በተከሉ መካም ሆነ መዲና ላይ ሶላቶችን መስገድ እጅግ በጣም እጥፍ ድርብ ያለውን አጅር እናገኝበታለን ማለት ነው። الثالث من فضائل الحج الطواف وهي من أعظم العبادات التي تدل على امتثال أمر الله تبارك وتعالى. طواف بتكبروا كبازور علي مزور هي دقمو الله سبحانه وتعالى الزون تكبر دم فزم يقطران يسون تكبر يفزمنا هذا يعد من أعظم العبادات تدلك أملكوتوش يقطران مالتي لزيم الله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق لن بزاك قدمت بهونو بيت زوريا لزورو طواف يبالن 7 أشواط 7 زور የሚደረግ ጉዞ አለ። ይሄም ትልቅ አጅር ያለበት يدخل فيما ينال به الأجور من مناسك الحج الأجور المدخرة الأجور المضاعفة እጅግ በጣም የተነባበረ አጅር ከሚያስገኙ የሐጅ ተግባራቶች አንዱ ይሄ። رابعا من فضائل الحج كذلك السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله. بين الصفا والمروة يمدرجوا ጉዞ سعي እሱም እንደዚሁ ትልቅ አጅር ከሚያስገኝ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ትእዛዛቶች አክብሮ መፈጸም ምንም ጥርጥር የለውም አጅር ሊያስገኝ እንደሚችል ማለት ነው። ይሄ ቦታ ደግሞ ሚን ሸዓኢሪላህ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የተከበሩ ምልክቶች ያሉበት ቦታ كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة إن الصفا والمروة من شعائر الله. يا الله يتكبروا تللك ቦታዎቹስ ምልክቶቹስ የሚገባው አንዱ ይሄ ሶፋና መርዋ ይሄን ቦታ ማግኘት እንደዚሁ ይሄን ቦታንም ሰዒ በዚህ ቦታ ላይ ሰዒ ማድረግ يعد أيضا من فضائل الحج أنه ينال به أضعافا مضاعفة من الأجور. الخامس كذلك من فضائل الحج الوقوف بعرفة من أعظم المشاهد. بعرفة بوتالي يمدرجوا مقوم من أعظم المشاهد كتللك متادم يا بوتوج الذي يذكر الآخرة أخيرا كم يستوس يوم المحشر في عرصة القيامة صوت السبالو عرفة علي من دزه كيات أجاو يمد صوت زابط علي يقومان عرفة علي يالقوم سو فليس له حج كما ورد في سنن أبي داود وصححه كثير من المحدثين. الحج عرفة إلى النبي عليه الصلاة والسلام حج مالت عرفة ومن لم يقف في العرفة ومن فاته وقوف بالعرفة فليس له حج. بعرفة لأي
መቆም ያልቻለ ሰው ሐጅ የለውም ማለት نعم እንግዲህ الوقوف بعرفة من أعظم المشاهد الأرض مريت ላይ ከሚደረጉ ትልልቅ ስብስቦች መካከል ትልቁ ስብስብ بعرفة ላይ የሚደረገው ስብስብ ነው المسلمون الذين آتوا من كل فج عميق يجتمعون في صعيد واحد يجتمعون بالعرفة عرفة ليس بالصبر هم من دزاو ليلاو فضائل له ياللهن شعائر كف أدرقوا ما سيئت مالت وسادسا أن الله تبارك وتعالى يباهي به الحجاج ملائكته الله ملائكوتشن مباهي የሚያደርግበት ያ ማለት الله سبحانه وتعالى انظروا إلى عبادي እስኪ ወደ ባሮቼ ተመልከቱ ይሄንን የኔን ቤት ለመጎብኘት ከተለያየ ቦታ የመጡ ይያለ መላእክቶችን እንትን የሚልበት የሚያነሳሳበት رغبا ان الله يباهي باهل عرفه اهل السماء سبحان الله እንግዲህ መላእክቶች ምድር ላይ ባሉት አረፋ ላይ በቆሙት ሰዎች የሆነ ስሜት እንዲኖራቸው ማድረግ ያው እንግዲህ ቃላቱ አንዳንድ ቃላቶች ለመግለጽ ስለሚከብዱኝ ነው ያኒ መፎከሪያም ብለን መግለጹ ሙባህ ማለት እንግዲህ በቦታው ላይ ምን ነው እኛ እንደዚህ በሆን ይያሉ መላእክቶች የሚመኙበት ማለት ነው የኛ ቢሆን ብለው የሚመኙበት በዛ መልኩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አረፋ ላይ የቆሙትን أهل الأرض يمرت لا يالوتن سوج يباهي به أهل السماء يسمع سوجن ندزموا بهان بيادرقوا انظروا إلى عبادي إلى الجوال ولبارو جسي تملكتوا أشعاثا غبرا إلى الجوال أقراتشو تنجفروا أقراتشو دقموا بأبوارا تمولتو يننت إزاز لما أكبر يوند متوالي سلاتشو ملأكو جيك أنا أرلو إلى رجيك ألا رمان ناقر وسابعا من فضائل الحج أكثر الأيام إتقى من النار كذلك يوم عرفة كقناتو كل بلاج كان باروج كجهنم عنكاتشو نسا يموتوبت كان يوم عرفة يا عرفة كان نبي عليه الصلاة والسلام حديثاتشو لإنداس كمدوت ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار يوم عرفة ما من يوم عند مكان يلم أكثر بزيغونا من أن يعتق الله فيه عبدا من النار الله باروتشين كجهنم ببزات نسأ كم يوت أباتشو كاناتوش كعرفة كان يبلت إلا ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام اللهم جعل كل من وقف بعرفة فعتيقه من النار يتاچر هوي بعرفة لا يقومت المسلم ወንድሞቻችንን አባትናቶቻችንን ሁሉ ከጀሃነም ጫንቃቸው ነፃ ባላቸው اللهم امين وتاسعا وثامنا من فضائل الحج جمرة العقبة تذكر بعداوة الشيطان يا جمرة العقبة هي مجمر يوم النهر بتدرجوا يتأثر ورورا تذكر بعداوة الشيطان كذلك ما بعدها جمرة العقبة يعني لو النزو تأثر ورورا سيطان طلعت النتر እንግዲህ ምልክቱ የተለያየ ቀሶሶች ይነገራሉ ምን ይባላል رمي الجمار اقتداء بإبراهيم رجم الشيطان له ጠጠር የተወረወረው እነዚህ ሰባት ጠጠሮች የሚወረወረው ነብዩላህ ኢብራሂምን ተከተለን ነው ነብዩላህ ኢብራሂም ሸይጣንን ለመምታት የወረወራቸው ጠጠሮች ናቸው ይላሉ مع أن في قصصها في نظر وتاسعا التلبية توحيد وتكبير لله تبارك وتعالى في هذا المقام من فضائل الحج أفضل الحج سجوا إلى اللو بتقلوا تلبية تذكير
ለበይክ اللهم ለበይክ ለበይክ لا شريك لك ለበይክ እያልን ስናደርግ እንደዚሁ የሐጅ ፈዳኢል መገለጫ ባህሪ ይላል። ምክንያቱም ይህን ንግግር በመናገራችን የምናገኛቸው ትልልቅ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በረከቶች ትልልቅ ሰዋብ እጁር እናገኛለንና እነዚህና መሳሰሉ ተግባራቶች ሚን ፈዳኢል الحج ናቸው። ኢንሻአላህ በሌላኛው በቂያ ሚን ፈዳኢል الحج ከሐጅ ትሩፋቶች ሌሎች የቀሩትን ደግሞ በሚቀጥለው ሙሐደራ የሚመለስበት ይሆናል። ሐዛ ወሰለላሁ ወሰለም ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ ወሰለም አጅመዒን።